بالك والله 3 ساعات في الفرن، قاعد قدام الفرن لحد وشي ما زي البطاطا. ورقه لحمه حشوم مش هتفك منك. 10 على 10. الساده المتابعين الكرام، احلى مليون مسا عليكم. الصحبه الجميله بتاعتي طلبت مني ان انا اعمل ورقه لحمه، قلت لهم يا باشا عينيا. قال لك يا عم حمزه برضو احنا عمالين نتفرج عليك معلش وقاعدين في البيت وبتاع، ما تشوفنا برضو، احنا اصحاب، شوفنا عشان نشوفك. قلت لهم يا باشا عينيا ليكم. عشان نتبل ورقه اللحمه لازم يكون معايا بوله زي كده، بصل، جزر، بطاطس، الكوسه برضو هتعلي معانا التست على فكره وجميله جدا 3 فصوص توم، شويه خضره صغيرين، طماطمايه، قرنين شطه حار زي ما هما. انزل لي بقى يا باشا باللحمه الجميله اهو. بص يا سيدي الفاضل، انت بتتعامل مع لحمه بلدي، كتر التوابل الكتير ملوش اي لازمه. ورقه اللحمه هي جميله لما بتنعمل ني في ني كده، هي جميله في بعضيها. انا معايا هنا شويه روزماري جامدين جدا على فكره، الروزماري مع اللحمه جامد جدا. شويه جوز الطيب صغيرين مبشورين، شويه فلفل اسود، ورق لوري، انزل بيهم اهو. فيهم زبدايه برضه هتظبط الدنيا معلقه خل صغيره. الخليط بقى الجميل ده، الكوكتيل الجامد جدا ده، عايزك تعجنه كده في بعضه، تقلبه تقليبه كويسه جدا. ورقه اللحمه دي هتبات معايا لتاني يوم. التست بتاعها هيسافر بقى كده خلاص، هيسافر على المريخ، هيروح على المريخ. فانا هغطيها واحطها في التلاجة. بعد ما سيبنا ورقه اللحمه الجميله بتاعتنا تبات في التلاجة لتاني يوم مع الخضار مع الدنيا، خدت ودت مع بعضيها، تعال نشوفها بقى بتقول معانا ايه. بص يا باشا اهو، ما شاء الله الريحه جامده جدا. السيلفر بتاعك اهو، ورق الزبده. طيب كيلو اللحمه بتاعي ده انا هقسمه على ورقتين اهو. هديها بقى شويه الملح اهو. ما حطيناش الملح في الاول عشان لو كنا حطينا الملح كانت جابت ميه كتير جدا. حط ورقه زبده من فوق اهو، ابرم ورقه اللحمه كده اهو اهو. وقبل ما تقفل هنا هدى كده وهدى كده اهو اهو. ورقه لحمه حشوم مش هتفك منك 10 على 10. الكلام ده كده بقى يخش الفرن، وبرضه انا معاكم، يلا بينا على الفرن. وهديها شويه ميه اهو. هنساوي الجميل كده الاكل، هنساوي صح امي الجميل. جبت لنا خلي بالك والله 3 ساعات في الفرن، قاعد قدام الفرن لحد وشي ما زي البطاطا. السواد ده اصلا بفتح بس كده وريني. وريني بقى حته اللحمه استوت كده. الله عليك.